أنت يمني، أنا متأكدة. والله ما أنت من اليمن. نعم، بلى بلى. من اليمن. أنا كل ما بحكي لكم أتمنى ألا يكون النص طويلا يا أخي. مع نهاية القصيدة أتمنى أن تسمعني أكثر. شو قصتكم أنتوا أهل اليمن؟ نحن بلا عناوين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا الفيديو الجديد. معروف أن اليمنيين يمتلكون فصاحة اللسان. هذه الفصاحة الذي تنتج قصائد جميلة ورائعة، ويمتازون بالشعر الجميل ويتميزون في الشعر عن جميع دول العالم. قصائدهم الشعرية الذي تنال إعجاب الكثير. فتاة النرد التي استضافت الشاعر أسامة من قبل، الشاعر اليمني، اليوم تستكشف شاعر يمني جديد وتنصدم من جمال قصائده الرائعة والجميلة. بحط لكم الفيديو وشوفوا جمال القصيدة ومفاجأة فتاة النرد عندما عرفت أنه يمني. تابعوا. شاكر، أنا شاكرة لك على هذا النص المليء بالدرر. وأنا أشكرك على استضافتك لنا. يا أخي هاي الجملة أتمنى ألا يكون النص طويلا واضح لها فالجميل. شاكر. عنوان مشاركتي هي عنوان النص: يبحثني بكائي. وفي آخرها يعني مقطوعة عن غزة وعن الأوضاع التي تجري حاليا. قلت فيها أتمنى أن يكون طويلا النص. ليس طويلا. كثير الصمت يبحثني بكائي، بحار الأرض تملأها دمائي. أذان الحزن صب الوقت منه على أذني ليشرب من ندائي. تصلي كل جارحة وقوفا علي بعدما دفنت بقائي. على كتفي حملت الأرض عار وطرت بها لتلبس كبريائي. نجومي في ظلام الليل نامت، وفجري مات في رف العشاء. بغار في انتظار النور، لكن ملاكي ضل لم يعرف حرائي. جهاتي في مهب الريح ضاعت، أمامي ظل يبحث عن ورائي. أطاردني وتخطفني خطايا لصبحي، ثم يخفيني مسائي. وغزة تشرب الأوجاع عطشا، تنوب الأرض عن كل العناء. تجوع ليشبع الأعداء منها، وتشبعها المجاعة دون ماء. تضيء الدهر من عينيها، إذ لم تكحلها خيوط من ضياء. تسافر فوق حد الموت حتى تميت الموت في كف القضاء. حيينا غير هذا الخلق طرا، كأن الموت حبات الدواء. وسلامتكم. يعني أنت يمني، أنا متأكدة. والله ما أنت من اليمن. نعم، بلى بلى. من اليمن. أنا كل ما بحكي لكم أتمنى ألا يكون النص طويلا يا أخي. مع نهاية القصيدة أتمنى أن تسمعني أكثر. شو قصتكم أنتوا أهل اليمن؟ والله لا نعلم. نحن ما شاء الله. نحن بلا عناوين. شاكر، أنا شاكرة لك على هذا النص المليء بالدرر. وأنا أشكرك على استضافتك لنا. والله على راسي، سعيدة جدا. يا أخي هاي الجملة أتمنى ألا يكون النص طويلا واضح لها فالجميل. يعني أنهينا وأنهيت اللقاء وما زالت الصور التي رسمتها هيك تتراقص هنا في ذاكرتي. ما أجملك يا أخي. لله دركم يا اليمنيين، دائما تشرفون احنا بكل حاجة، بالقصائد وبالمواضيع اللي انتم عارفين فيه به وبكل شيء. معلش نحرق الفيديو لأن اليوتيوب يمسك الكلمة وينقطع. في الأخير مشاهدينا الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وأتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، كما أدعوكم للاشتراك في قناة الاحتياطية، والذي بحط لكم عنوانها في وصف الفيديو وفي أول تعليق مثبت. تحياتي.